أتشرف باستقبال أخي وصديقي دولة الرئيس مصطفى الكاظمي هنا في كردستان، هنا في بيرغبهان. أستذكر معه قول الجواهري في كردستان: قلبي لكردستان يهدى والفم، ولقد يجود بأصغريه معدم. سلم على الجبل الأشم وعنده ضحايا من أبجديات الضحايا معجم. مصطفى حبيبي صديقي دولة رئيس مصر، أنت تأتي إلى كردستان وأنت من كردستان بين أهلك. تعرف أن هذه الجبال كانت دوما ملاذا لأحرار العراق. اليوم لدينا فرصة تاريخية لحل المشاكل العالقة وتوسل بك كل الخير لحل هذه المشاكل ما يخدم كل العراقيين من البصرة إلى بغداد، إلى النجف، إلى الأنبار، إلى الموصل، وإلى السليمانية وغيرها. هذه المشاكل تراكمت على مر السنين والسنين، فرصتنا حقيقية لحلها، ولا شك عني بأنك تعمل ومع فريقك الحكومي وبدعم كل الخيرين في البلد من أجل حل هذه المشاكل، وبما يؤمن الحياة الحرة الكريمة للمواطنين للموظفين في كردستان وفي الجنوب، بما يضمن الحقوق لكافة العراقيين. مرحبا بك في كردستان. أنا شكرا حقيقة، واتفق وياك بكل ما قلت بحجم التحديات، بحجم تاريخ هذه المنطقة التي كانت ملاذ آمن لي شخصيا لمجموعة أصدقاء. لن ننسى هذا لكردستان، لن ننسى معاناتنا هي معاناة واحدة، كما كانت معاناتنا في السبعينيات. أهلنا الكرد كانوا في حضارة وكرم أهلنا في جنوب العراق. الآن وبالتسعات أخواننا في كردستان احتضنوا كل العراقيين. الآن نحتاج نتعلم من هذه العلاقة التاريخية. نمر بظروف صعبة، يجب أن نقيم التجربة. نحن يجب أن نعترف أنه نحن فشلنا ما بعد 2003 في تأسيس حكم رشيد في العراق. الآن يجب أن نبحث عن فرصة لتحويل هذا الفشل إلى قصة نجاح بوجودك وبوجودي ووجود كل الخير إن شاء الله ننجح في تأسيس هذه المستقبل لأبنائنا وحفظ كرامة العراقيين. أحب أشكرك فيما يخص تذليل العقبات مع حكومة الاتحادية فيما يخص رواتب وبعض مستحقات تقديم كردستان. كان لك دور وكان لي دور بكل شرفاء من كل شركائنا في الإقليم وفي بغداد. شكرا حبيبي، شكرا حبيبي وصديقي.